طلبة أولى إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر مصطفى حسني، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل مراجعة جميلة جدا على أهم الأسئلة اللي موجودة في درس عناصر المناخ. لو لسه ما شفتش شرح الدرس هتلاقي لينك الفيديو موجود في الوصف. انزل تحت الفيديو ده بسرعة، هتلاقي الشرح موجود عندك. شوف الدرس الأول عشان تفهمه بشكل كويس، وبعد كده تعالى تابعني في حل الأسئلة. يلا بينا مع بعض نبتدي ونقول بسم الله. اول سؤال عندي بيقول لي هنا مديني رسمة وبيقول لي امامك شكل تخطيطي للكرة الارضية. اكتب مدلول الارقام التي عليه. رقم واحد هنا جايب لي دائرة عرض، طبعا دي دائرة الاستواء. رقم اتنين بيقول لي الرياح نقط تخرج من دائرة عرض نقط. لو جينا بصينا مع بعض في الرسمة هنلاقي ان رقم اتنين بتبتدي من 30 شمالا، فطبعا دي على طول الرياح العكسية. بتبتدي طبعا من دايرة عرض كام؟ 30 شمالا، متجهة إلى الدائرة الإيه؟ طبعا الدائرة القطبية الشمالية. سؤال رقم 3 بيقول لي هنا الرياح نقط تخرج من القطب نقط. لو بصينا برضو مع بعض في الرسمة هنلاقي إن رقم 3 هي بتبتدي طبعا من دايرة عرض 90، يبقى دي رياح القطبية، بتخرج طبعا من القطب الإيه؟ من القطب الجنوبي. بعد كده السؤال التاني مديني هنا طبعا مجموعة اختيارات وبيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد تهب الرياح نقط باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي. زي ما شرحنا الرياح طبعا اللي هي راحة ناحية دائرة الاستواء هي الرياح ايه؟ طبعا الرياح التجارية. بعد كده السؤال رقم اتنين تهب الرياح نقط من دايرة عرض 30 شمالا وجنوبا إلى الدائرتين القطبيتين، لسه قايلينها من شوية. طبعا دي الرياح الايه؟ الرياح العكسية. بعد كده رقم 3 تعد رياح نقط من الرياح المحلية التي تهب على السودان. طبعا الرياح اللي بتهب على السودان اسمها رياح ايه يا ولاد؟ الرياح أو رياح الهبوب. بعد كده السؤال رقم 4 يحدث نقط نتيجة اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء الليل والنهار. طبعا الظاهرة دي اسمها ظاهرة نسيم البر والبحر. بعد كده هنروح على السؤال رقم 5 يصاحب سقوط المطر نقط رعد وبرق. طبعا المطر اللي بيحدث نتيجته رعد وبرق هو المطر ايه يا ولاد؟ المطر الإعصاري أو الأمطار الإعصارية. بعد كده رقم 6 بيقول لي هنا من المناطق متوسطة المطر، طبعا الساحل الشمالي للبحر المتوسط. بعد كده السؤال رقم 2 مديني هنا مجموعة أسئلة ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. رقم واحد الفرق بين الطقس والمناخ يتمثل في الفترة الزمنية التي يغطيها كل منهما. احنا قلنا طبعا ان الطقس والمناخ مختلفين طبعا في الفترة الزمنية. الطقس طبعا بيحدد حالة الجو أو بيوصف حالة الجو في فترة قصيرة، أما المناخ بيوصف حالة الجو في فترة طويلة. ففعلا الفرق ما بينهم في الفترة الزمنية، فالإجابة هتبقى صح. بعد كده رقم 2 تعد الحرارة أهم عناصر المناخ. الإجابة طبعا صح لأنها طبعا بتأثر على باقي العناصر. رقم 3 ترتفع درجة الحرارة عند دائرة الاستواء لأن الأشعة الشمسية تكون مائلة. طبعا الإجابة غلط، وهنشيل كلمة مائلة ونكتب مكانها عمودية. بعد كده السؤال رقم 4 يعد جبل كينيا من الجبال المرتفعة التي يغطي قممها الثلج. الإجابة طبعا صح. رقم 5 تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية بالبرودة شتاء. طبعا الإجابة غلط. ليه غلط؟ لأن احنا قلنا إن الأماكن القريبة من البحر بتمتاز بالاعتدال صيفا والدفء شتاء وليس البرودة شتاء، لأن طبعا المية بتلطف درجات الحرارة زي ما خدنا في الدرس. بعد كده السؤال رقم 6 يساعد الغطاء النباتي أشعة الشمس في الوصول مباشرة إلى الأرض. طبعا كل ما يكون في أرض فيها أشجار وزرع وغطاء نباتي بيمنع الشمس إنها توصل لك، مش بيساعدها. فبالتالي رقم 6 هتبقى خطأ، فهنشيل كلمة يساعد ونكتب مكانها يمنع، لأن هي طبعا بيقول لي مع التصويب. فالأسئلة طبعا اللي هي خطأ لازم نقول التصويب بتاعها ايه. بعد كده رقم 7 المناطق المرتفعة أو المناطق مرتفعة الحرارة تكون ذات ضغط جوي منخفض والعكس صحيح. طبعا الإجابة صح. الأماكن مرتفعة الحرارة بيكون ضغط جوي منخفض، والأماكن منخفضة الحرارة ضغط جوي مرتفع. بعد كده السؤال رقم 8 تعد الرياح القطبية من أنواع الرياح الموسمية. الإجابة طبعا غلط. ليه؟ لأن الرياح القطبية دي أمثلة من أنواع الرياح الدائمة وليست الموسمية.
بعد كده السؤال رقم 9: تعتبر رياح الخمسين من أمثلة الرياح الدائمة التي تهب على مصر؟ طبعا الإجابة غلط. ليه غلط؟ ما هو الخمسين بتهب فعلا يا مستر على مصر. لا، بس انت لو ركزت معايا هتلاقي مكتوب لك هنا في السؤال الدائمة، ورياح الخمسين دي مش دائمة. رياح الخمسين دي رياح ايه؟ رياح محلية. فالإجابة هتبقى غلط، ونكتب مكان الدائمة هتبقى المحلية. بعد كده بيقول لي هنا تتكون الأمطار، سؤال رقم 10، نتيجة تسخين المسطحات المائية وحركة الرياح على سطح الأرض. الإجابة طبعا صح، لأن الأمطار فعلا بتنتج نتيجة لما الشمس بتسخن المسطحات المائية. بعد كده هنروح على رقم 11: يسقط المطر التصاعدي على المنطقة القطبية. احنا اتفقنا يا ولاد ان الامطار التصاعدية بتسقط فقط على المناطق الاستوائية غزيرة المطر، فالاجابة هتبقى خطأ، وهنشيل القطبية ونكتب مكانها الاستوائية. بعد كده السؤال رقم 12: تتميز الصحراء الكبرى بأنها مرتفعة غزيرة المطر. طبعا الصحراء الكبرى دي منطقة طبعا ايه؟ منطقة ندرة المطر، فالإجابة هتبقى غلط، وهنشيل غزيرة ونكتب مكانها طبعا ندرة المطر. بعد كده هندخل على السؤال الثالث، اللي هو مديني هنا مجموعة بقى تعريفات، وبيقول لي ما المقصود بكل من. ماذا يقصد بالمناخ؟ المناخ طبعا هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. بعد كده مفهوم الطقس. الطقس طبعا هو وصف حالة الجو بس في فترة زمنية قصيرة، قد تكون يوما أو يومين أو أسبوعا، من حيث الحرارة برضو والضغط الجوي والرياح والأمطار. بعد كده بيقول لي هنا رقم 3: عرف الرياح الدائمة. الرياح الدائمة هي الرياح التي تهب طبعا بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. بعد كده السؤال رقم 4: الرياح المحلية هي رياح ذات تأثير محلي تهب فوق مناطق محدودة من سطح الأرض. طبعا من أمثلتها زي رياح الخمسين، وزي طبعا رياح إيه؟ وزي رياح الهبوب. رياح الهبوب اللي بتهب على السودان، والخمسين بتهب على مصر. بعد كده هندخل على السؤال الرابع بمن تفسر. بيقول لي هنا ليه بتعتبر الحرارة، اذكر السبب ليه الحرارة تعتبر أهم عناصر المناخ. لسه قايلها من شوية، لأن طبعا الحرارة تؤثر على باقي العناصر اللي هي ايه؟ زي الضغط الجوي والرياح والأمطار. إذا الحرارة هي أهم واحدة في ايه؟ في عناصر المناخ. سؤال رقم 2 بيقول لي ليه بتختلف، نخلي بالنا من الأسئلة دي مهمة جدا، ليه بتختلف درجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض؟ هو نفس السؤال لو جه قالك ايه؟ اذكر العوامل المؤثرة في درجات الحرارة. احنا هنقول الخمس أسباب فقط، عناصر من غير شرح. طبعا الإجابة بسبب اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض، بسبب التضاريس من غير شرح يا ولاد، عناصر فقط، بسبب القرب أو البعد عن المسطحات المائية، والغطاء النباتي، وطول النهار. بعد كده السؤال رقم 3 بيقول لي هنا ليه بترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء؟ اشمعنى يعني كل ما نقرب لدائرة الاستواء بتكون الحرارة مرتفعة جدا؟ الإجابة بسيطة جدا، لأنها أو بسبب سقوط أشعة الشمس عمودية عند دائرة الاستواء. كل طبعا ما نقرب لدائرة الاستواء الأشعة بتبقى عمودية. طيب لما بنبعد عن دائرة الاستواء الأشعة طبعا بتبقى ايه؟ بتبقى مائلة. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول لي هنا يغطي الجليد قمم الجبال العالية في المناطق المدارية الحارة. ليه؟ لأنه كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية. عشان كده دايما بنشوف التلج فوق قمم الجبال. بعد كده هندخل على السؤال رقم 5 بيقول لي هنا ليه بتعتدل درجات حرارة الجهات القريبة من المسطحات المائية؟ لسه قايله برضو من شوية، لأن المياه تعمل على تلطيف درجة الحرارة بالمناطق القريبة منها، وتحد من برودات الشتاء. يعني ايه تحد يا ولاد؟ يعني ما بتخليهاش باردة في الشتاء، بتبقى ايه؟ بتبقى طبعا دافئة. بعد كده هندخل على فقرة أسئلة ما النتائج المترتبة على السؤال الخامس. رقم 1: ليه أو ما النتائج المترتبة على طول النهار في فصل الصيف؟ طبعا كل ما بيطول النهار كل ما الأرض تلقت كمية من الشمس فبترتفع درجة الحرارة. فالإجابة
أدى ذلك إلى تلقي الأرض كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، فيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. السؤال اللي بعده بيقول لي ما النتائج المترتبة على اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الأرض. ونخلي بالنا من السؤال ده جدا، لأن السؤال ده دايما بيجي في الامتحان ومعظم الناس ما بتكونش عارفة إجابته. ايه اللي ترتب على اختلاف مناطق احنا قلنا ان الضغط الجوي عندنا ليه طبعا منطقتين: منطقة ضغط جوي مرتفع ومنطقة ضغط جوي منخفض. فايه اللي ترتب على الكلام ده؟ طبعا ترتب على كده تحرك الهواء او الرياح، يعني حركة افقية من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض، ويظهر ذلك على شكل رياح مختلفة الانواع. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي ايه النتائج المترتبة، والسؤال ده برضو مهم جدا، على افراط الانسان في استخدام التكنولوجيا الضارة بالبيئة. طبعا ترتب على ذلك حدوث بعض التغيرات المناخية. زي ايه؟ زي ارتفاع درجات الحرارة، انتشار ظاهرة الجفاف والتصحر، وانتشار الأعاصير. وبكده نكون عملنا مراجعة جميلة جدا على أهم النقط اللي موجودة في درس عناصر المناخ. لو لسه جديد ولسه أول مرة تسمع الشرح بتاعي أو أول مرة تشوف المراجعة بتاعتنا، ياريت تعمل اشتراك وسبسكرايب للقناة وتعمل شير وتاج مع أصحابك عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من طلبة أولى إعدادي. واستنوني إن شاء الله في الشروحات والمراجعات في الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.